بانت لي ديك الساعه الهيئه ديالو الموستاش. قلت لي لا هذا ماشي طبيب، هذا من صحاب السماوي جاي يترهبن عليا يدير لي البهيمات. وطلعت وخلاها المخرج وليده اللحظه كيلصقوا عليه هذيك ليتيكات. والغريب في الامر هو ان هذاك الممثل وهذاك الفنان عنده طاقات يفرغها، ولكن للضروره، لان ما كاينش الاختيار في الميدان تقول لا ما عجبنيش هذا الفيلم، ما عجبنيش هذا السيناريو ونخدم في واحد اخر. لان صافي اكسيون بحال شي واحد دخل لا ترونس ديري ليه قناوه ولا حماد شاه ولا هذا ما تعرفش شنو تيدير، كوبي عاد كيوعق. وما عمر الممثل يعتبر باللي هذا راه دور صغير صافي غير ندوز. لا، ما كاين هذاك القسم او قسمين او قل من هذا الوقت هذا في هذاك الفيلم الا وعنده معنى هو للضروره. علاش غننظروا لهذيك النظره ديال حباسه؟ هذا المصطلح ديال صافي ما يمكنش ندمجوها في المجتمع. بغات تمشي تخدم غير خادمه في بيت كيسمعوا عليها دمدوزه الحبس، كتقول لا 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 هذا شي نهار تقتلني. ما كنت فاهمك. قال لي كنهنيوك ديري جائزه احسن ممثله. ها شنو هي جائزه احسن ممثله؟ يعني ما عارفه والو. درست 5 سنين سولفاج توازي يا بغلال، 6 سنين عود آلة العود، و3 سنين لا باتري لا بيركوشن. ما دير واحد الحاجه حتى تحبها، ماشي تفرض عليك الحب ديالها، تكون حبيتها. السلام عليكم سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقه جديده ديال البودكاست ادوبي في اصدقاء وفاميلا. اونكور اون فوا غادي نتلاقى معكم، واليوم معنا مره اخرى واحده من احسن الضيوف عندنا هاد لا سيزون هادي، مدام راويه، ولا من الاسم الحقيقي ديالها هو فاطمه هراندي. ياك مرحبا بك راويه. شكرا على هذا التقديم. مرحبا الله يبارك فيك. والله الا عندنا نهار كبير هذا بوجودك. الله يكبر فيك. واليوم غادي نهضروا بحال اخدين قهوه، فهمتي؟ حنا ديجا خدينا قهوه قبل الحلقه، ولكن فهمتي ديك اصدقاء وفاميلا وفيزون زيد اصدقاء وفاميلا اكزاكتومون. غادي ندير واحد التقديم ديالك للناس اللي يمكن مازال ما كيعرفش، شكون ما كيعرفش راويه. معنا فاطمه هراندي واللي معروفه باسم راويه. هي ممثله مغربيه قديره معروفه تبارك الله عند المغاربه كاملين بادوار سينمائيه شهيره بحال كازانيغرا، روك دي كاسبا، ساغا، الحاجات، مسعود، سعيده وسعدان، وحضورها في اعمال تلفزيونيه حتى هي خاصه في السنين الاخيره بحال في رضات الوالده، البيوت اسرار، جريت وجاريت، وكاينه ظروف اللي كانت في هذا رمضان هذا اللي داز 2023. واللي زوين اكثر هو كنشوفوا تقدير للاعمال ديالك اكثر واكثر بجوائز، وبحال حضورك كعضوه في الجوري ديال الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم د مراكش، او مثال اخر التكريم ديالك تبارك الله في مناسبه اليوم العالمي للمسرح هذا العام اللي كان في رمضان اللي فات. دونك على كل حال حاولت نعطي واحد التقديم شويه جلوبال. مرحبا بك مره اخرى راويه. الله يبارك فيك. ما كرهتش نبدا نهضر معاك على السينما، يعني لو فيف دو سوجي، حيت انا اكتشفتك انا براسي يعني من غير البودكاست، انا كمتفرج اكتشفتك في فيلم كازانيغرا، وبغيت نهضر معك على السينما هو الاول، من بعد نهضروا على التلفازه ونهضروا على البدايات ديالك في المسرح وكل شيء. غنجاوبك على قد المعرفه على قد داكشي، ولكن انا عارف غادي تكون فايته داكشي اللي حنا باغيين. على الله على الله. الله يجيبنا الصواب. انت معروفه بادوار مختلفه وفي نفس الوقت ادوار اللي الناس بقاو عاقلين عليهم. مثلا كما قلت لك انا في الاول اكتشفت كازانيغرا فاش كان يلاه خرج، وكنت متاكد انك اكثر من ممثله عاديه، يعني ان عندك قصه مثيره من وراء التمثيل ديالك. بغيت اولا نسولك شنو الادوار اللي كيبقاو مفضلين عندك، يعني اللي درتيهم وبقاو راسخين لك في الذكر ديالك. وهما الادوار بحال ولادك. كتقول لي كل واحد غير واحد كيكون مهدي، واحد كيكون شويه قبيح شي شيء ما
ماشي بالنسبه لي لكن بالنسبه للمتفرج. واه وكيلصقوا عليك ليتيكات ديال هذاك اللي ماشي مهدي. فهمتك. والكبير فيهم هو العيون الجافه. داكور عندك شي مع نرجس النجار. حيت فيه شي قصه خاصه ديال هذا الفيلم لا ولا؟ غير كانت عندي مساحات كبيره في الفيلم، داكور فهمتك. حطيت كاع اللي عندي ديك خديتي راحتك فيها. من ضحك وبكاء اه وحبس واحد المصطلح تيقولوا مجولقه طبلي وقفتي خيره. خديت فيه مساحه كبيره وكنت كنبحث على دور من هذاك الحجم. ماشي كنت كنبحث، كنت كنتمناه في المسيره ديالي المتواضعه. والحمد لله استجب ربي الدعاء، الحمد لله بفضل الله ونرجس النجار اللي تاقت فيا. داكور كاين هذيك القضيه ديال حيت دابا حنا اللي كنتفرجوا راه ماشي ديما داك الفيلم اللي عزيز علينا هو اللي كيكون تجربه زوينه للممثل. يعني تقدر دابا الناس اللي كيتفرجوا كلها والفيلم اللي عزيز عليه، ولكن هما ما عارفينش كو الممثل حتى هو صيف ديك التجربه اللي دوز وكذا كيكون عنده حتى هو واحد غير التجربه اللي دوز في وقيته التمثيل. دونك العيون الجافه يعني حيت فيه مساحه اكبر كبيره. كان عندي الدور الاول. وشنو هما الافلام اللي انت كتبغي تشاركي فيهم اللي كيانتريسيوك اللي كتبغي ديك الدور؟ عندك شي صفه خاصه في دوك الافلام ولا انت بلوتو غير ما يكونوش افلام فيهم مواضيع يخلون بالحياء؟ فهمتك. ما جميع الادوار اللي في السن ديالي ما عنديش مشكل. بارفيكت. آه. وبالنسبه لك علاش الناس كيبقاو عاقلين على لي باساج ديالك واخا بعض المرات ما يكونوش حتى ادوار رئيسيه؟ وعرفت هذا السؤال يقدر يكون محرج شويه، ولكن بغيت نعرف غير النظره ديالك انت، حيت واش تقدري تقول لنا واش عندك بالنسبه لك واحد لا سيناتور ديالك في التمثيل؟ باغفوا راه كتلقى راك انت غير دور يعني سكوندير، والناس فاش كيخرجوا من ديك لاصال السينما كلشي كيبقى عاقل على داك لو باساج، وبعض المرات كاع كيبقى عاقل على الفيلم بداك لو باساج. هو ما كاينش دور كبير ودور صغير، كاين ممثل كبير وكاين ممثل صغير. ما عقلتش على الاسم ديال واحد الممثله اجنبيه يمكن امريكيه، كانت عندها واحد الاطلاله في الفيلم وما عندهاش كلمه تقولها، خدات الاوسكار. يعني خدات الاوسكار بلا ما قالت حتى كلمه، مجرد اطلاله، مشاركه قصيره ولكن دات الاوسكار. فما كاينش دور صغير، كاين انفعالات الممثل، كاين الهاله اللي كيدخل فيها الممثل، وما عمر الممثل يعتبر باللي هذا راه دور صغير صافي غير ندوز. لا، ما كاين هذاك القسم او قسمين او قل من هذا الوقت هذا في هذاك الفيلم الا وعنده معنى. هو للضروره الكاتب ولا المخرج ما غاديش يكون حط هذاك 10 ديال الدقائق ولا قل منها غير هكاك باساج. انت خدمتك عندك 10 دقائق غادي تدير منها الماكسيموم اللي تقدر. اوكي. بحال فيلم قصة وردة. اوكي. فيلم مغربي هذا؟ فيلم مغربي ديال سي عبد المجيد رشيش. ما كاملاش عندي 7 دقائق. وحضرت في لافون بروميير في سينما 7 مار الفن السابع، وتهزات القاعة بالتصفيق وانا كنتفرج واقفة تلمون. ما كاينش دور صغير ولا دور كبير، كاين ممثل. ديجا ذكرتي سينما 7 مار، كنتاسفوا ان شفنا 16 مؤخرا، وهي راه كانت بالنسبه لي بحال معلمه في الرباط، ولكن معلمه والله الا معلمه. انا دزت غير البارح من تما وشفت البنايه اللي ولات في موضعها. تاثرت. انا كندوز من تما والله الا كنت نهد، حيت ديك القهوه كتجلس فيها كانت عامره فن وعامره تاريخ ديال فن وتاريخ، والقاعه والقاعه ديالها وفي قلب الرباط واحد لومبلاسمون. كانت عندي هي تويميات، هي كانت حداها سينما رويال، كنا ديما كنختاروا وحده فيهم قبل ما يبانوا دوك السينمات الجداد. نيت هضرنا على الادوار، وكنت باغي نسولك على، حيت من القراءه ديالي والاناليز ديالي انا معجب بزاف دوك الممثلين اللي كيقدروا يمثلوا بلا تكست. كما قلتي دابا ديك الممثله خدات اوسكار الوغ كما قالت حتى كلمه.
غير بعينيهم ولا غير بالجسم ديالهم، وانت تبارك الله كنعتبرك من هاد الطينه ديال الممثلين. شكرا. وكاين بعض المرات شي ممثلين في المغرب، وهذه ماشي تقليل من دوك الممثلين، ولكن كنشوفهم ديما كيديروا نفس الادوار. يعني الا مثل شاوش كتلقى ديما شاوش، الا مثل بوليسي ديما بوليسي، الا مثل عروبي فلاح ديما عروبي فلاح. بغيت نعرف غير وجهه نظرك في هذه القضيه، واش هذه بالنسبه لك دوك الممثلين هما اللي ما حاولوش ينوفيو، ولا سي بلوتو مسؤوليه ديال المخرج، ولا فين كاين علاش كاين هذه الظاهره هذه بزاف؟ ربما او غالبا ما كتكون الفكره ديال الطاقم التقني اللي وراء لا برودكسيون. فهمتك. ملي تيتوضع يبغيو يوضعوا الكاستينغ، اختيار الممثلين. مثلا كنعرفوا هذاك الممثل فلان لعب شرير في واحد الفيلم الفلاني، ما كاينلاش نجيب فلان، صافي راه خونا كان شرير في ذاك الفيلم. دونك صافي كيلصقوا عليه هذيك ليتيكات. والغريب في الامر هو ان هذاك الممثل وهذاك الفنان عنده طاقات يفرغها، ولكن ومعمر الممثل يعتبر باللي هذا راه دور صغير صافي غير ندوز. لا، ما كاين هذاك القسم او قسمين او قل من هذا الوقت هذا في هذاك الفيلم الا وعنده معنى. هو للضروره، كاين للضروره، لان ما كاينش الاختيار في الميدان تقول لا ما عجبنيش هذا الفيلم، ما عجبنيش هذا السيناريو، نخدم في واحد اخر. كاين عندك بزاف ديال الاختيارات. الانسان خاصو يخدم. كاين اللي كيعيش هو وكيعول عائلته من هذا الميدان، فإلا يتسنى حتى يعطيوه الدور اللي هو باغي يجربو من الادوار اللي باغي، ماشي غير واحد، ما غادي يدير والو. تيقول اللهم ها. دونك النهار الاول كان شرير، بقى ديما كيبقى شرير. دونك يعني المسؤوليه راه ماشي على الممثل، ماشي على الممثل. زي راه حيت شوف الناس يعني، وهذه حاجه طبيعيه ماشي غير في المغرب، يعني كيف بزاف المجتمعات كتلقى بنادم كياسوسي داك الممثل مع الدور اللي يلعب. وبعض المرات الناس ما عارفينش هاد الخبايا اللي كاينين ما وراء الستار في الكوليس. دونك كيقولوا راه هذاك الممثل ديما كيبغي يدير بوليسي، ديما كيدير. وجوستومون السؤال ديالي سيتي سا، سي شنو رايك في دوك، يعني في لو فيت كو بزاف الناس كياسوسيوك مع داك الدور اللي انت كتلعب؟ ما كرهتش يكون شي برامج في التلفزه للتوعيه. حنا ما نلوموش المتفرج. المتفرج داكشي اللي كتعطيه كي الا بسورب كي ياخذو عنده. كيشوف فيك راك قبيحه، راك قبيحه، مرات باهم راك مرات باهم، فهمتي؟ فما كرهتش يكونوا برامج تلفزيه للتوعيه. احنا ما تنقولوش المتفرج غبي ولا لا ماشي لا، بالعكس، غير زياده للمعرفه على اشنو كيعيش الممثل قبل ما يكون قدام الكاميرا. كاين شي ممثلين اللي داروا ادوار اللي بنادم تعرض لهم في الزنقه ضربهم، اللي كانوا في هادو حالات اللي فريمون اكستريم. ولكن كاين الممثلين بحال زعما اللي انت تكون دايز يطلق لك شي هضره، حيت هو بالنسبه لك انت راه ما كتسواش، غير حيت في واحد الدور مثل شي راسك ما كتسواش. هذا الشيء كنعانيو منه. دونك انت كطرا لك هذه مره لا، انا فوق دابا كيعيطوا لي خالتي فوزيه صافي. دونك وتلقاوني العيالات هكا في الطريق ولا هذا تيقولوا لي كنتي هو هذاك مع كنيناتك وعطيتيهم على شي دور. يعني بالنسبه لي راه انت مازال هذاك الدور اللي مثلتي في داك. كيبقاو الناس عايشين على هذاك الشيء. فما كرهتش يكون كيف قلت لك برامج اللي يوصلوا المشاهدين الكرام شنو كيعيش الممثل قبل ما يقولوا ليه اكسيون، يعني كيفاش هو والمراحل اللي كيدوز منها. انا غنعطيك واحد المثال اللي انا ملي كيتسند ليا شي دور وكنجي وغادي نصور غدا، من هذاك غدا ما كنعرفش ننعس طبيعي حتى كيسالي التورناج. خصني نمشي عند الطبيب يعطيني الدواء باش ننعس. هذه ما كيعرفها تقريبا حتى واحد الا اللي عايشين معايا في الدار.
يعني كتعيشي داك الدور ما كنعيشوش ما بيني وبينه حتى وحده، ولكن شي حاجه في اللاوعي سوب كونسيون خدامه ما كنفكر لا شنو غندير غدا ولا من مشاهد عندي ولا فين غنصور ولا هذا، ولكن النعاس ما كاينش. خصني ناخذ الكينه باش نعس ونفيق نخدم. فان تورناج كنرجع للحاله الطبيعيه صافي. ديك الساعه كما قلتي هلوما جرى اللي قلتي في الاول، قلتي لي الافلام بحال وليداتي، يعني ديك الساعه صافي راكي ولدتي صافي ولدتي. الله يجعل البركه الله يجعل شي بركه. وجوستومون انت اللعب ديالك في الافلام تبارك الله معروف بواحد الحس ديال، ولا حنا فاش كنتفرجوا كنحسوا بان كاين واحد الحس ديال لامبروفيزاسيون، فهمتيني؟ كاين كتحس بان هذا الشيء راه شويه اكثر من السكريبت. تدي ما يمكنش، كاين شي حوايج كيجيو عفويين. جو بونس انت من الناس اللي كيامبروفيزيو مره، ولكن كنت باغي نسولك على لامبروفيزاسيون في السينما. شنو اللي كيخليك تامبروفيزي مره في الادوار، وكيفاش كتقدري تامبروفيزي؟ على حسب الشخصيه اللي غادي نأدي. فوالا. وتا ديك الممثلين اللي يمثلوا معاك واش كتوجديهم قبل، والمخرج واش خصو يعطيك ليسباس؟ حسب الشخصيه اللي غادي نأدي. اوكي. بورجوازيه، وي، شمكاره، بدويه، مرات باهم. فهمتيني؟ هنا كتشوف قبل ما نجي ندير انا الفيتينغ، يعني يقيسوا عليا الملابس ومكياج، كنتخايل هذيك الانسانه كيفاش دايره. كيبان لي اسلوبها في الكلام، كيفاش الكلام اللي غادي تنطق به. ملي كتجي للسكريبت كتلقاه داكوغ، راه كاينه لا باز ديال المشهد، ولكن اثناء الريبيتيسيون قبل ما يقول المخرج اكسيون، حنا كنمرنوا على هذاك المشهد واحد 3-4 المرات، وكنشوفوا يمكن هذه ما لايقاش، هذه لايقه. في ديك التدريب كيطلع الكلام حسب لو باجاج اللي عند الانسان. فنتمنى ان دوك المستملحات يكونوا كيروقوا المشاهد الكريم. لا راه هذوك هما اللي كيعطوك ديك لا سيناتور اللي درت لك عليها في الاول، فهمتي؟ حيت كتخرج شي حاجه عفويه، وما حدا عفويه انها كتقيس الناس اللي كيتفرجوا. نعطيك مثال. يعني في واحد الدور ديال خدوج في مسلسل، هي مرأة بدويه، الهدف الوحيد هو ولدها كوميساريه بوهمات، خاصو ما يتزوجش بنات المدينه حيت هو مشى سكن في المدينه. خاصها تزوجوه، يعني عقليتها كيفاش. فكيفاش غادي يكون الاسلوب ديال هاد المراه هذه، يعني الكلمات الكلام ديالها سون ستيل. وكيجيب كتمرض وكيجيب لها خوها الطبيب، هي كترفض ان الطبيب يعالجها، كتقول لهم جيبوا لي شندبوره وتيميجه وجيبوا لي حبه حلاوه وجيبوا لي زريعه الكتان واللبن الحامض وشي حاجه بحال هكا. تيقول لها انا جبت لك طبيب يداويك، راك فيك السخانه، راك مريضه غادا تموتي. كتقول ليه هذا ماشي طبيب. بانت لي ديك الساعه الهيئه ديالو الموستاش، قلت لي لا هذا ماشي طبيب، هذا من صحاب السماوي جاي يترهبن عليا يدير لي البهيمات. وطلعت وخلاها المخرج وليده اللحظه. وي فهمتك. جاتك عفويه بانت لك هي اللي خصها تقال، والمخرج خلاها. انا جو بونس كاع يمكن لا وانت صحي ليا، يمكن المخرجين راه كيبغيو بحال هاد حقا بعض المرات هي لا اتفقتي معاه على شي حاجه كيقول لك كانت في السياق، تيقول لك ولكن ملي كتطلع لك هكا كتقول ناريك ما زلقت ولا شي حاجه مع الحمد لله تيكون داكشي علاقه ثقه. كاين علاقه ثقه وسيله. وكنت نهضر معاك على محد نفس السينما نيت. انا في البدايه ديال هذا العام كنت تفاجأت صراحه، ما كنتش معود نشوف واحد سيري، مسلسل فرنساوي سميتو كورنوا، راه كاين في امازون برايم الناس اللي باغيين يشوفوه. وفي واحد اللقطه كانوا دوك لي ميليتير، داك العسكر غاديين لواحد الفيلاج عراقي، وشكون اللي يحل الباب؟ واحد الام عراقيه مثلها انتيا عمياء، اييه ما كنشوفش مزيان، وهادي تهضري معاهم كذا وهادي تدخليهم واحد الدور اللي زعما
انا كنقول الا ما كنتش مغربي كنت فرنساوي نشوف داك الدور، ولا كنت في شي بلاد اخرى غادي نقول عراقي هادي صافي راه فهمتيني. ديك وديك التجربه بغيت نسولك على التجربه ديال فاش كتمثلي في افلام يعني من غير المغربي، سواء عربيين وحدين اخرين ولا مع فرنسا ولا مع امريكان، كيفاش واش كتكون تجربه مختلفه ولا كيفاش كدوز لك انت من هو جهتك؟ الممثل كيبقى ممثل، سواء خدم مع الامريكان ولا مع اسرائيل، اليهود، مع الفرنسيس، مع الطاليان، هادو كاع دوزناهم. الممثل كيبقى ممثل. ما تيكونش عنده لا انا خدام في فيلم امريكي خاصني نكون امريكي معاهم في التصرفات لا. الممثل كيبقى ممثل، كيعطيو كيسندوا لك دور خاصك تشخصو، خاص المخرج يقتنع. كتبقى كاميرا. وبيني وبينك هذاك المشهد اللي شفتيه انا يلا عارفه هذاك المشهد من الفيلم كامل، يعني الباقي ما عارفاش شنو كاين. راه شفت لا سيري فيها 6 الحلقات ما عارفه يعني والو على صورتي ديك الباساج ديالك صافي، صورت المشهد ديالي الله يجعل البركه. بروفيسيونيل تهلاو في راسكم مع وجوستومون الا قدرت نسولك على شنو رايك على السينمات الاخرين ديال العرب، يعني مصريين ولا كانوا سوريين لبنانيين، عندك شي؟ المصريين كبرنا معاهم. وكاين فرق ما بين السينما المغربيه وهما، يعني شنو بالنسبه لك الفرق بيناتهم؟ وكل بلاد كتعالج مشاكلها، مواضيع. احنا كبرنا مع سينما فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، كطيد دافيش، وقصص غراميه والفيلا والدروج ديما من الوسط دابا السينما المصريه تغيرات على اللي كانت. السوريين عشنا معاهم مسلسلات شيقه وعندهم ممثلين اكفاء حتى هما، وما نطيحوش من بالنا المغاربه. داكشي حنا عندنا ممثلين اللي مات الله يرحمه واللي باقي بالحياه الله يطول في عمره والمزيد من العطاء. وعندنا طريقتنا مواضيعنا كما عندنا مواضيعنا. داكشي. بدايه من 2016 بدينا كنشوفوك دزتي شويه الاعمال التلفزيونيه اكثر، بحال شويه بشويه كتجربي انواع جديده ديال الشاشات وديال التمثيل. مؤخرا شفناك في اعمال رمضانيه في هذه السنين الاخرى. تبارك الله هذا العام مع الكنينات وكاينه ظروف ادوار مختلفه ديجا بيناتها وتالق كبير، يعني ماشي هضره ديال عامه الناس اللي كنشوف دايرين بيا. شنو كان احساسك مور هذا التجاوب هذا في رمضان والتجربه في التلفازه مقارنه مع السينما؟ كنشكر القنوات اللي تقوا فيا وخلوني نتعاملوا جميع انا وياهم. بدات هذا المشوار كتير في مسلسل رضات الوالده. الشكر للمخرجه زكيه الطاهري اللي ثقت فيا وسندت لي الدور ديال لالا ماما. لقاء اقبال كقصه وحتى من الجانب التقني، يعني كان في المستوى وبزاف ديال الناس ما كانوش كيشوفوا القناه الاولى، وملي سمعوا برضات الوالده تصالحوا مع القناه الاولى وبداو تيقولوا يا ريت نشوفوا اعمال في هذا المستوى. هما كيكونوا مسلسلات يعني مختلفين على السينما ايتو دونك حتى طريقه الخدمه مختلفه. السينما كتصور 3 4 ديال المشاهد في النهار، التلفزه راه كتضرب في 14 15 17 مشهد في النهار. لبسوا لوح، حفظوا لوح، ماكيوا لوح، عكر وعاود عكر، كحل وعاود كحل يعني على شان. وانت حسيتي بفرق في التجاوب ديال الجمهور يعني مورا ما وليتي كتخدمي في التلفازه مقارنه مع السينما؟ لأن الفرق ما بين السينما والتلفزيون هو أن السينما المتفرج كيمشي لعند، التلفازة كتدخل عنده لدارو، انت اللي كتجي عنده كيشوفك. وكنتمنوا ما نكونوش ثقال على الجمهور المغربي حقا. ما يثلج الصدر هو الأصداء اللي خلاو هاد الزوج المسلسلات الكنينات وكاينه ظروف،
لان كثير شيء كاين ظروف، هو موضوع ما سبقش تطرقوا ليه من قبل، هو موضوع السجينات. يعني حياتهم في الحبس وكيفاش كينبذهم المجتمع من بعد الحبس، واللي لا يروق لي وهو أن هذيك السجينة أدت الثمن. يعني دوزات المدة الحكم، تعاقبات، خلصات من حريتها، من عائلتها، من ولادها، من بزاف ديال الاشياء. كاين اللي كتفقد خدمتها، كاين اللي علاش غننظروا لهذيك النظره ديال حباسه بهذا المصطلح ديال صافي ما يمكنش ندمجوها في المجتمع. بغات تمشي تخدم غير خادمه في بيت كيسمعوا عليها مدوزه الحبس، كتقولي لا 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 هذا شي نهار تقتلني. وقت هذيك السيده ادت ثمن، خلصات، وغتكون ندمات، وإلا زاد نبدهم المجتمع غادي يزيدوا يرتكبوا جرائم اخرى. لان ملي بحال نرجعوا للمسلسل لو سمحت، اللي لعبت حنان ابتسام العروسي، تحيه كبيره لها عزيزه، ملي خرجت من الحبس ورماها خالها برا، لو كان ما لقاتش هاد فوزيه كانت غترجع للاجرام بطريقه اخرى. الا ما غتبيعش الكوك غادي تمشي تسرق، غادي تمشي تمارس اشياء غير مشروعه، وغتولي تقول الحبس عندي فراش، عندي ما ناكل، ولو انه ماشي اكل طيب كاين مخبيه. علاش غادي نبقاو نبدو هاد السجناء لا من رجال ولا من عيالات؟ وهو ادى الثمن، خلص. واللي محكوم 30 عام مثلا من حريته، راه ماشي سهله، من حياته، من صحته. 30 عام راه كتخرج تعاود تعلم، تدخل لوسط المجتمع، تدخل وسط عباد. وكاين اللي كيدوز مده قل من هذا الشيء، ملي كيخرج منبوذ في المجتمع. هذاك حباس. هذا كاين اللي كيكون ارتكب جريمه بالرغم منه ما عندوش فكره مسبقه، بدون اصرار، بدون كتاب عليه المكتاب. علاش يزيد المجتمع يعاقبه؟ حيت سيرتو ان يعني جيرانك ما كيرحموكش، الخدمه ما كتخدمكش، ما عندك واحد الحبس مور حبس. غير تما كنتي كما قلتي انت كنتي مستور، كنتي مستور ساكن وهنا راك عرضه. دابا جوستومون هذا مثال ديال بالنسبه لك انت، واش الافلام كيكونوا هما يعني كتكون اوبورتونيتي باش تكتشفي واحد العالم، واحد القصه، ولا تكتشفي شي مشاكل كيكونوا في واحد المهنه، ولا شي مشاكل كيكونوا في واحد يعني كتلقى دي كوز. يعني تقدر شي فيلم تشوفي فيه المشاكل اللي كيعانيو منه الخادمات، ولا شي فيلم يعانيو منه دوك البرجوازيين، ولا في المقاوله. واش بالنسبه لك انت الافلام خلاوك انك تعلمتي واكتشفتي هاد الخبايا؟ وبحكم السن هذا الشيء واضح. تبارك الله. مازال عشنا تجارب، شفنا برجوازيين، شفنا الناس من جميع الطبقات. غير مواضيع بحال هكا كتسلط الضوء على هذه المواضيع. ربما جوابي غير مقنع، ولكن اللي عطا الله. لا 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 فهمتك بارفيتمون. وجوستومون انا راه ديجا كنت هذا الجو ما كاتبو، هذا السؤال ما كنتش كاتبو، دونك هذه غير فريمون جات وسط الهضره. مرحبا. وحسيت براسي ان الممثل يعني اودولا كله شنو خدمته كتجيب ليه، الممثل خدمته كتجيب ليه انه كيعيش شي حاله، فهمتيني، يعني كيشوفها من الداخل. كتعيش الحاله. سجينه مرا قويه كتولي مرا قويه. بحال واحد الفيلم ديال فورماتاج، كان عندي دور ديال واحد المراه اللي خطفوا لها راجلها وداو التندوف، وبقات لابسه التري ديالو والبرود. كان فين يقدر يجيك لوبورتونيتي انك تعرف هذه المراه هذه باش كتحس الا ما لعبتيش داك الدور. وملي كيسولوها على اسمها كتقول لهم انا عباس، سميت راجلها. وكتبقى تبكي هاد المراه على غياب راجلها حتى كتعمى، كتفقد البصر ديالها، فكتحس بالمعاناه اكثر. بحال كتكون مدوز بزاف ديال ماشي حياه وحده، كتكون مدوز بزاف ديال حيوات. فوالا فهمتي. لان كل دور حياه. راني هذه داخله في ديك القضيه اللي قلتي ديال انك
ما كترتاحي حتى كيسالي التورناج باش عاد ديك الساعه كتقولي هو صافي انا عشت داك الشيء اللي عشته صافي دابا طلقت ولا لان صافي اكسيون بحال شي واحد دخل لا ترونس اللي قناوه ولا حماد شاه ولا هذا ما تعرفش شنو تيدير كوبي عاد كيوعى. انت على مر السنين تبارك الله حسيتي بشي فرق في السينما في المغرب يعني كسوا المواضيع اللي كيطرقوا ليهم ولا الطريقه ديال التصوير شنو بالنسبه لك مؤخرا ما خدمتش بزاف في السينما ولكن كاينين بعض المخرجين اللي كيطرقوا المواضيع من غير الزواج والطلاق شي مواضيع والولاد كاينين مخرجين اللي طرقوا المواضيع اكثر انسانيه وهذا ما يفرح. الحمد لله الحمد لله حنا كنبغيو نشوفوا السينما المغربيه بشويه بشويه كل مره بحال فيلم اندرومان. اوكي داكور كاين شويه ديال الحب من بعيد ولكن العمود الفقري ديال الفيلم ماشي هو الحب. واحد الرجل اللي عنده ذات عنده بنت وهو كيصوب الفخر في الغابه دونك خصو يكون عنده ولد اللي يورث الحرفه ديالو وكبر هذيك البنت بطريقه ولد اعتبرها هو بحال الولد اعتبرها ولد ونهار اللي بانت الانوثه ديالها ورجعت بنت ما عجبوش الحال. هو باغي هادو مواضيع هو باغي يدوز داك الورد الخدمه ديالو وهي عاوتاني راه ماشي الخضره ديما مصلع عليها ديما الكابيشون على راسها ديما مي الغريزه كتبقى بنت مراه حنا متاكدين هاد القضيه كطرا بزاف كاين اللي ربي ما عطاش الولد ولا عطاش البنت صافي كيبزز على الاخر يحملوا المسؤوليه ديال شنو هو كان باغي. ما كرهتش دابا ضربنا دويره في السينما شفنا شويه التلفازه كاين واحد لو فولي اللي انا كنت باغي ضروري نسولك عليه واللي هو البدايه ديال بصح حيت على ما قلبت وشفت لقيت بان البدايه ديالك راه ما كانش في السينما كانت في المسرح. نعم. وصحيني الا غلطت وهاد البدايه هذه انا شفت في انترنت جوستومون انك بديتي في السبعينيات ياك كي كانت ديك الحقبه وكي كانت ديك التجربه ديال البدايه ديالك؟ البدايه بديت في الليسي فين كنت كنقرا ليسي شوقي مع المرحوم عزيز مصطفى التومي وكان اخر عام قريت في الدار البيضاء في ليسي شوقي ودخلت في حليل الرباط التحقت بموالين دارنا لان كنت داخليه وما كانش عندي مسبقا ثقافه فنيه. يعني ما كنتيش مولفه كتفرجي في الافلام تشوفي ولا حتى المسرح فكنت يحسب ليه هذاك المسرح كيدير غير في ليسي شوقي مع مصطفى التومي. يعني بالنسبه لك داك المسرح راه خاص غير بداك صافي. فاتصلوا عليا واحد الفرقه ديال الهواة وجاتني غريبه ان كاين مسرح في الرباط ما يمكنش كي داروا لها ثقافه ديال المسرح في الرباط والتحقت بهم واستفدت منهم بزاف يعني كتابه الحوار والرابط في ذاك الوقت ما كانش هادشي ديال الفوتوكوبي وهادشي ديال تشري دفتر وكتكتب حوارك يعني انت كتكنش الحوار ديالك كتكنش الحوار ديالك وكتكنش الرابط في لا مارج. واحد النهار والبيرسوناج الدور اللي عطوني تخيلته دور الموت. هذا واش اول بيرسوناج تعطاك؟ دور الموت والبنت اللي معايا لعبه دور الحياه وكاين صراع بين الموت والحياه على خشبه المسرح وكاين موتى في القبوره ديالهم اللي كينوضوا انصار الحياه وانصار الموت. تخيلت هذاك الموت لان الموت كيخلع اي انسان كيخاف يموت. حنا ضعاف وتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولكن تيقول لك ما عرفت كي غادي نموت ما عرفت. فالموت يخلع درت له واحد المكياج بشكل وانت اللي تكلفتي بالمكياج بالمكياج وباللباس داكور. وبحكم انني في المدرسه الابتدائيه كنت كندير الرقص الكلاسيكي كاين واحد الموسيقى اللي كتدخل في هذا الموت على خشبه المسرح وقلت للمخرج علاش ما نديروش لها دي با دو دانس يعني
الموت يرقص على خشبة المسرح مع الدخلة. وفعلا وكنمرنوا كل نهار مورا 6:30 كيجيو الشباب موظفين مرموقين، فيهم اللي يكتب واللي يدير الإخراج واللي يدير الدعاية وكل شيء والديكور ملابس. قالوا غدا غادي نتلاقاو في مسرح توارقة. جيت للدار انا باقا صغيره هذيك الساعه، قلت لامي راه قالوا لينا غادي نتلاقاو في مسرح توارقة، غتمشي معايا. قبطنا انا ويا طاكسي. ديك الساعه امي مازال الله يطول لها العمر كدير التام والجلابه. بون عقلت على امي تدخلت معايا مع الباب، ومن بعد ما بقيتش عرفتها فين هي لان ما عندي حتى ثقافه على المسرح. داوني دابا كنهضر بالمصطلحات التقنيه يعني لا لوج، لقيت المرايا والطبله والفوتوي وحطيت الماكياج ديالي ولبست حوايجي وماكييت وجهي بالبيض وفمي بالصفار وعينيا وداكشي مجرور تلنا، واحد الحاله وواحد السنبله طالعه، وكان عندي شعري طويل جمعته بحال البنان. الموت نيت. دوزنا العرض. دابا كنقول العرض، ما ديك الساعه بالنسبه لي انا اون ريبيتيسيون. يعني انت داخله بديك الثقه في النفس ديال راه غير ريبيتيسيون. حنا كي كنمرنوا في دار الشباب راه حنا جايين نمرنوا تما. اللي زايد هو ان كل شيء لابس كل شيء ماكيي. وكاينين شي ناس كيتفرجوا ما شفتهمش. مع كيكون ديك الظلام في. انا ما عمري طلعت الخشبه في حياتي، اول مره. يمكن اللي عاوناتك هاد القضيه. يمكن. مهم تسد الريدو، هبط، يلا مسحت واحد العين وكان مسحت الثانيه، وما يدخلوا عليا شي ناس ما شاء الله، والكوستيمات والصبابط كيزيطوا لي كرافات والرواح، ومعاهم الرئيس اللي هو المخرج في نفس الوقت ديال الفرقه. حطوا لي واحد الاستماره قالوا لي سمبك اسمك وداك كل صراحه سيريو. ناري انا درت. ياك ما قال شي حاجه ما كاش خصني نقول. جابني هاد الناس فين كانوا، علاش جاو عندي انا، وهذا فين كيعرفهم. حلقين شف عليا، دمي برد. مازال صغير هذيك الساعه وبوحدك. اسمك اسم باك اسمك التليفون العنوان فين تزاديتي فين كذا فين كذا، اسم جدك اسم جدك جدودك الاخرين. وانا نشوف واحد النظره ديال الاستفسار واستعطاف هذاك المخرج، زعما انا مالي. قال لي كنهنيوك ديري جائزه احسن ممثله. ها شنو هي جائزه احسن ممثله؟ يعني ما عارفه والو. هما ما قالوهاش لك من الاول، خلاك خلعتي وساليتي. لا قالوا لي عمري عمري الاستماره كتبي. انا صافي تقعديت قبل ما يقولوا لي الجائزه، انا حسب ليا زاقات شي كلمه ماشي هي هذيك ولا داكشي اللي كنديرو، تنقول دابا غادي يسالوا من عندي ويدوزوا للاخرين. الوغ الجائزه كانت وفي اول عرض ديالك. اول عرض تبارك الله. الجائزه كانت ان ستاج دو فورماسيون ديال المسرح، تدريب مسرحي في غابه المعموره. كاع اللي داو الجوائز في هذاك العام جمعونا كلنا واحد 3 ديال الاسابيع، عرفنا فيها بزاف ديال الاشياء بمساعده الاساتذه الله يطول عمرهم، واللي مات الله يرحمه طيب صديقي في الاخراج، العلاج في التاليف، علي الحداني كذلك في التاليف. عرفتي كاع دوك المهن اللي عندهم علاقه التعبير الجسدي، الالقاء، السينوغرافيا، الملابس مع العربي اليعقوبي الله يرحمه، فريد بن بارك في التعبير الجسدي كيف قلت. عرفنا بزاف التشخيص مع واحد الفرنساوي كان اسمه بيير لوكا. صافي ودرنا عمل جماعي. ديك الساعه جو بونس تكون بانت ليك راه عندك شي حاجه في تأليف جماعي. تأليف جماعي واخراج جماعي ومساعدة الاساتذه. دوزنا داك العرض، عطاونا الدبلوم ديالنا، جاو كيدقوا عليا الفرق المحترفه. ديك الساعه راك كنتي مستعده. ايوا مشيت في المشوار شي شويه. تبارك الله. راه القصه هذه شيقه
وانت الباركور ديالك يعني بالنسبه لي انايا او دولا دو انه زعما فريد من نوعه. كنظن انه يقدر يكون انسبيراسيون بزاف ديال الناس، وماشي غير في التمثيل ولا في السينما. يعني ان ما الطريق بعض المرات ما كتكونش كود، كيكونوا فيها بزاف ديال لي فيراج، كيكونوا فيها بزاف. بعض المرات كتقدر دير بوز وترجع، وفاش كترجع تقدر ترجع من الجهاد، بعض المرات تطلع وتهبط والحياة تستمر. هي هذه. ولكن باش الناس ما يتحبطوش، لا، فهمتيني، ما يهبطوش دراعهم، ما يقولوش، ما يستسلموش لامرهم. يهبط كتافه، فوالا ريلاكس، ويني ما يهبطش يديه. فوالا يرتاح جامي بس شويه هذيك. يهبط الكتاف باش يستمر، ولكن ما يهبطش يديه. وجوستوم علاش قلت لك هذه، حيت كانت واحد لابوز ما بين ديك المسيره المسرحيه ديالك وما بين ترجعي في التسعينات، ترجعي للسينما. شوفي بداكشي اللي انت باغي تهضري فيه، شنو تقدري تقولي لنا على ديك لابوز، وعلاش ديك لابوز، وشنو اللي خلاك ترجعي؟ باش عندنا غير واحد الفكره وصافي. خدمت مع القناع الصغير مسرحيه الحكيم قنقون في 71، درنا بها جوله. دخلنا من الجوله، رجعت لان كنت كنقرا بريفي. جاو عندي فرقه المعموره 72، درنا الحاج العظمه اللي هي لو بورجوا جونتيوم ديال موليير. هنا غنعاود لك القصه ديال، لا سمحتي مختصره. بيان سور مرحبا. دخلت للدار من المدرسه، قال لي الوالد الله يرحمه، جا السي الطيب العلج وقال لك تلحقي عليه الوقت اللي جيتي مسرحيه ورده. مشيت لقيت الفرقه ديال المعموره كلهم، عبد الصمد الكنفاوي الله يرحمه، عبد الصمد الديني الله يرحمه مخرج. سلمنا ما كنعرفهمش مزيان. انا الوغ جا عندي سي محمد تويرت والله يطول في عمره، جاب لي واحد النص مكتوب، قال لي دابا غتحفظي هذا، غتمشي لاخر صف في القاعه وغتحفظي. ديك الساعه سوغ بلاص. حفظت هذاك الشيء، قلت لي صافي حفظته. قال لي طلعي للخشبه. جا السي عبد الصمد الديني الله يرحمه، قال لي الحوار الفلاني غتدخلي من هنا والحوار الفلاني غتخرجي من هنا. رسم لي الاخراج، لا ميزون سان. صافي عاودت مره ثانيه مره ثالثه، قال بسلامه عليك وجدي شنطتك، غدا عندنا اول عرض في الجوله في طنجه، سينما رويال. كيضيعوش الوقت. وي علاش؟ لان اللي كان عندها هذاك الدور تخلات عليهم اخر دقيقه، كانت عندهم ديك ولكن ملتزمين بالجوله، والجوله الغد والعرض في طنجه. وانت اللي غادي تعشقي لهم داك على قد الحال. الحمد لله. ملي رجعنا قالوا باللي سالينا الجوله، قالوا الفرقه ديال المعموره غادي تمشيو ترتاحوا، غنعاودوا القانون ديال الفرقه، غتولي فرقه وطنيه، حيت المعموره كانت تابعه لوزاره الشباب والرياضه. تسنيت، ما عيطوش عليا. وقلت انا هذا الميدان، خصوصا ان الماديات كانوا قلال، قلت انا عندي مسؤوليه، عائلتي الصغيره، الا غنبقى متبعه الفن يمكنليش نعيش منه. مشيت توظفت. واش دابا يعني خليتي الفن ديالك ودزتي التوظيف عادي، يعني عمل عادي؟ توظيف عادي، وليت كنصرف على المسرح مع الهوات، لان دقات لي الحقنه، ميمكنش نعيش بلا مسرح. وخدمت مع شي فرق محترفه من بعد، ولاني الله يغفر لهم. وانت كاسك او ميم طون ديري داك بنادم التوازن، كياكلك في رزقك. واللي جميل هو انني ما فرطتش في العمل ديالي كموظفه. ملي كاين اللي ما كيأديش لك رزقك على ما يرام، ولا ما كينكرك كاع، ولا كيخوي البلاد في ذاك الوقت. دابا ولا داك الشيء مقنن بلي كونطرا بالعقود. قلت انا صافي ما نبقاش نتعامل في هادشي. حتى الهوات لقيتهم
دخلهم شويه ديال الشيطانيت. مم. وصافي وليت الخدمه الدار الخدمه، كنلقى عندي الوقت فارغ بزاف. قلت غادي انا مولوعه بواحد الاله كنحبها، غندير المعهد الموسيقي. صافي وعمرت الوقت ديالي بالموسيقى. اين الا درتي درست 5 سنين سولفاج صافي. توازي يا باراليل، مم. 6 سنين عود، عود. آلة العود، داكور. و3 سنين لا باتري لا بيركوسيون. وي. ولكن الغريب في الامر هو ان ملي كدوز شي مسرحيه في التلفازه كنشوف كنتفاهمك. ملي كيوصلوا للسلام للتحيه مم. كنبكي. لا ضروري ما مولوعه انت. من 2000 من 1980 حتى ل 90 10 سنين. حتى جات واحد الصديقه جات عندي قالت لي واحد المخرج محتاج واحد البيرسوناج مسرحي، مكاينش محسن منك. ورجعت لمسرح محمد الخامس مع واحد المخرج عراقي داكور. ملي غزا الكويت العراق في هذاك مم. العام. درنا 2 عروض، دا لينا فلوسنا ومشى لاسبانيا تا هو. ديك الساعه العراق محيحين. مم. حتى ل 96 كانت كتخدم معايا واحد السيده في الاداره، راجلها مخرج سينمائي، وعرضت عليا واحد النهار ووقع واحد التعارف، وقرر باش يدير الفيلم الثاني ديالو اللي هو كنوز الاطلس، واقترح عليا نخدم معاه، ثق فيا. تما مشات المسيره مع السينما. ديك الساعه رجعتي للسينما. واه. يعني عملت أنا- مسرحيات اخرين مم. من بعد، كدار الغاليه، شقائق النعمان كتهضر على المدونه، مم. مدونه الاسره. تبارك الله عليك، يعني مسيره اللي ما دوزتيش فيها القليل. يعني كان داك لو كوتي اللي خايب والكوتي اللي فيه كما قلتي انت ديك الصعوبات، لا الفرص، لا لو فيت بعض المرات ما كتخلصيش، لا بعض المرات كما قلتي بعد كتلقى شي فراق اللي ما كيكونوش كوريكت. واخا هكاك ما استسلمتيش وبقيتي حتى جاتك الفرصه في السينما. شنو بالنسبه لك انت هذه؟ واش حقك رجع لك معطل شويه، ولا كان خاصك ضروري دوزي من دوك التجارب باش يلاه تجمعي ديك كنقول هذا قدري ومكتوب، ما لي الا نعيشه، فوالا وتقبليه. سيتو. وملي كتقبل على قدرك كيهون، تو ريديكوليز لي سيتواسيون، كتقبل بان هذا هو اللي صافي. ما عرفتش شنو يصير غدا. في هذيك ال10 سنين اللي ما درت والو، كانت واحد جارتنا مرضات، و هي كانت كتخدم في الحمام طيابه، وجاها الروماتيزم، ويديها مبقاوش كيتحركوا، وكذلك ركابيها ورجليها. ف تنواسيها في الليل ملي كندخل تنقضي اراضي، كنسالي في الدار مع موالين الدار، وتنمشي نجلس معاها ونضحكوا انا وياها، وشنو اللي بغاتها نقربها ليها. عندها 2 ولاد، واحد طالح وواحد صالح. الصالح كيخدم في السبيطار في الليل، دونك ما كيكونش معاه ما تيكونش في الليل. كنبقى معاه حتى ل 12 الوحده 2 ديال الليل، ونضحكوا ونعاود لها النكات. تنقول لها رانا وياك غنمشيو شي خات الزعير تيجمعها الغرامه باش نضحكها. ومره كنكون جالسه عندها وتنقول انا اللي دردكت على الخشبات ديال المغرب في المسرح، كتب لي نكمل حدا هاد المرة.
ديك الساعه انت راه ما عارفاش بان راه من بعد غادي يجي السينما ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا انا صعيبه. او باي ارض تموت. يعني راه سي با ان كادو، الواحد خصو ضروري يصبر ويامن بالقدر ديالو، وإلا راه ربي مكتب لك شي حاجه راه مكتبها لك ثانيا. وانيش كنت باغي نسولك بيسكو هضرنا على المشوار وهضرنا على الطريقه باش وصلتي الى يومنا هذا، انك تبارك الله رمضان اللي فات كنتي من لي تيت دافيش ديال رمضان، واللي الناس كانوا بزاف معجبين بالاعمال ديالك. تبدا فيش، لا انا كندير شي حاجه والناس تعجبهم وصافي. شوف هذيك انا اللي نقولها، هذيك ماشي ما انت اللي تبدا تقولها. شنو كنت باغي نسولك زعما غابيدمون، الا عندك شي كونساي بوغ هاد الممثلين اللي يلاه بادين، وخاصه الممثلات، شنو تقدري تقولي لهم باغ اكزومبل غير هكا غابيدمون الا جاتك؟ الوصيه اللي نوصيهم هي ان ما دير واحد الحاجه حتى تحبها، ماشي تفرض عليك الحب ديالها، تكون حبيتها بغيتي دير هاد المهنه او هاد الحرفه هادي، وملي كتحب الحاجه كتصبر المحن ديالها، ما كتحسبش لان الطريق ماشي ديما مفرش بالورد، والفن يصيب ويخيب. يعني ماشي حيت غادي نولي ممثله راني غنبدا نخدم صيف الشتاء ربيع وخريف، تيسير الله. انت وزهرك وانت والقدر ديالك. فالانسان خصو يصبر، خصو يحب على هذه المهنه ويصبر. الصبر هو مفتاح كل حاجه. هنا النصيحه غادي نطبقوها حنا الاولين في البودكاست. اهلا حنا الاولين غادي نطبقوها في البودكاست، لان تيقولوا الناس العاميين اللي ما صبرش ما قداش. واللي كيوصل دغيا كيطيح دغيا. فوالا باش مشيتي باش عندك الدور باش جاي. راه بعض المرات انا فاش شي حوايج كيصدقوا لي دغيا كنبدا نتنكر، كنبدا نقول ياك ما غلطت في شي حاجه. هذاك يمكن تيسير من الله. دابا راه قربنا نساليو الحلقه، وكنت باغي نعطيك دابا دي كيستيون غير خفاف بحال هكا، بحال دوك باش ننكرو. شنو هما لي زاكتور ولا لي زاكتريس اللي خدمتي معاهم في المشوار ديالك، سواء في المسرح ولا في السينما ولا في التلفازه، واللي كانوا ما تقدريش تنسايهم، دوزتي معاهم وقيته زوينه واللي ما كتبقاي ديما كتفكريهم؟ انا ما عنديش مشكل في لي بلاطو ان هذا مزيان وهذا ما مزيانش. كنخلق واحد الجو اللي كل شيء مرح، كل شيء كيضحك، كنحبوا بعضياتنا، خصنا ندوزو النهار بخير وعلى خير، لان ما كنبقاوش حنا كنخليوها في لوطيل ولا في الدار، كتوصل البلاطو كتولي واحد اخر. فكاع لي بلاطو اللي دزت فيهم عندي ليهم كلهم الحب، وكنحس بلي تاهما كيحبوني. ما عنديش انا فرق بين ممثل كبير في القمه ديالو وممثل عاد بدا، نفس التعامل. وبالعكس هذاك اللي عاد بادي كتعطيه ليونه اكثر، حيت وكيسمع فلانه وغادي يوقف قدامها راه تيبدا يترعد، او فلان. ملي كتبسط ليه الامور وكترحب بيه، كتمهد ليه الطريق، ماشي كيفاش يخدم، كيفاش تتعامل انت معاه كانسان. بحال انا معك كراويه كراويه، مي با كخدوج في البلاطو نقد نشحط معاك حسب شنو خصو يدار. مي خارج في الكواليس الحمد لله علاقتي طيبه مع جميع الناس الحمد لله على الشمله. وحده لا كيستيون اللي انا عارف شويه خارجه على ميدان التمثيل، ولكن كوميم بقيتي ممثله، اللي هي في الموسيقى. انا مؤخرا شفتك في واحد الكليب ديال دون بيك، الكليب بالضبط ديال واحد الاغنيه انا قلت دابا سميتها، كانت مع فيتشرينغ رضا طلياني، سميتها ليترونجي، راه كاينه في يوتيوب الناس اللي بغاو يشوفوها. وعجبني نشوف راويه في الدومين ديال الموسيقى، يعني سي ان كليب واخا هكاك كنتي كتمثلي وصادوني واحد لو سونس حتى الاغنيه ولا ميساج الاغنيه.
كنت باغي نقول غير شنو هو الاذواق ديالك في الموسيقى انا ليش ذوقي كتسمع راويه كنسمع للطرب، طرب داكور وبحكم انا قديمه انا شفت في الكليب ديال الراب قلت يمكن لا راويه كتسمع بعض المرات ما الراب كنفهم انا هو ذوق الراب ذوق، ولكن انا ما كنفهمش لان النوفيل جينيراسيون بالنسبه لي انايا، وثانيا ما عنديش الوقت نجلس نسمع الراب حيت الكلام فيه موزون ومزروب وبحال كيعصبني شي شويه. فعندي في الدار اللي كيتصنتوا للراب مي كنقول لهم ديروا هذاك الشيء في ودنيكم وانا مرزمنيه ما حتى الراي ما كنستوعبوش بزاف، خصوصا انا الطرب ومدرستي في المعهد الموسيقي كانت شرقيه. داكور. تنبغي المطولات والمغني يكون عنده نفس، عنده الجد وعنده لا كولون فيرتيبرال باش يوقف فوق الخشبه شويه وزكابي. لا سي كويرون. ما كنتش عارف قبل ما نتلاقى معك اليوم انك كنتي درتي كونسيرفاتوار وانك لعبتي على العود والباتري. مازال كنلعب. والله لا حنا بعد انا مني انا وجبد ما كرهتش نشوفوك شي نهار على الرسول كتأدي شي قطعه بالعود ولا خدمت في الفيلم ديال شفاه الصمت وعزفت معزوفه ديال حسين السلاوي وفيلم جبروت ديال ليلى التريكي عزفت تقاسيم البنت اللي كنت انا المربيه ديالها كبيره حامله مي باش نرفعها عليها ولكن اغلبيه الناس تيقولوا هذاك سي ان بلاي باك ماشي هي اللي كتعزف. وداك الشيء اللي ما كنتش علاش؟ لان لو شون اللي تخاديت منه ما بانوش فيه لي صابعي خدامين والريشه خدامه كياخذك من الجانب ولا اون مارس ولا ولكن يعني الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا راك انت اللي كتلعبي ديك القطعه، انت اللي كنتي كتعزف فيها. تبارك الله. اوكي كنا عارفين هادشي كون راجبنا شي عود كون جبت معايا عودي مره اخرى ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله يطول العمر. اللهم امين لينا لكم لينا كاملين والناس اللي كيتفرجوا فينا حاضرين. ونيش بيسكو هضرنا على المره الجايه اخر سؤال ديالي هو شنو تقدري تقولي لنا على المستقبل ان شاء الله؟ شنو نقدروا نتسناو سواء اعمال ولا اي حاجه من عند راويه؟ المستقبل بعلم الغيب، كل شيء في يد الله. كل شيء في يد الله. جات شي حاجه مرحبا، ما جاتش شي حاجه مرحبا. والآتي في الحياه يعلمه الله سبحانه وتعالى. صافي كانت هذه احسن طريقه نقدروا نختموا بها الحلقه. شكرا بزاف راويه كنتي معنا. والله الا صراحه انا حسيت براسي بحال مع فرد من العائله، ما حاسش براسي كنسجل. راه حتى الناس اللي كيتفرجوا متبعين البودكاست غادي يشوفوني انني اليوم كنت راخي فهمتي طلق مع راساتي. الحمد لله. شكرا الحضور ديالك. الفضل كيرجع لك. لا انا غير متوسط، اما راه بغينا نكتشفوا القصه ديالك ونشوفوا انت النظره ديالك على بزاف، حيت سورتو ما عندكش خرجات اعلاميه كثار، دونك فريمون متشوق نشوف شنو تكون. علاش ما عنديش خرجات اعلاميه كثار؟ لان كنلقى شي اسئله ما عندها حتى علاقه. كتقولي مع راسك اللهم بلاش نفس الاسئله كتعاود وإلا غنجاوب على هذا السؤال في هذا البرنامج ونفس السؤال نجاوب عليه في البرنامج الاخر وصافي براس ما ندير 10 ندير واحد. المهم تكون ثاق في ذاك الانسان وفي حوارك معاه ما كرهتش مي نفس السؤال كيتعاود راه لا دي كنتفهموها كاملين. وكاين شي سؤال اللي كتكون دازت عليه 7 سنين 10 سنين وعاد كيحطوه لك يقلبوا على الجديد. وكاين اللي كيكون مازال باغي شويه يزيد يجر واخا شي ايفينمون قديم باغي يجر منه شويه البوز ولا باغي يجر ربي اللي كيعلم بالنيات. على حسابي انا نبقى غنعاود. والله الا. وشكرا على الثقه ديالك راويه. شكرا. ونتمناو اننا كنا خفاف الظل على الناس اللي كيتفرجوا فينا. انطوكا ما تنساوش اننا بودكاست دبليو اف انستغرام فيسبوك تيك توك
والحلقه كامله راه كاينه في سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست ويوتيوب ان شاء الله. وان شاء الله رونديفو في الحلقه الجايه مع ان فيديو واحد اخر، ومن هنا لتما تهلاو في راسكم والسلام عليكم. سلامة راويه، شكرا. بسلامة. سلام عليكم. إلى اللقاء الى اللقاء يا أصدقاء.